البنك المركزي فاكر ان الناس لما تصرف فلوس الشهادات ال 18% هياخدوا الفلوس وهيروحوا يشتروا بيها برتقان واستفندي، فبالتالي اسعار المنتجات والسلع هتغلى بطريقه كبيره وهيحصل تضخم بطريقه كبيره. فعشان كده البنك المركزي بيسعى بكل الطرق ان هو يلم الفلوس تاني في البنوك. بس عشان البنك المركزي غير قادر وعارف ان هو غير قادر على تشغيل كل الفلوس المتكدسه في البنوك في الوقت الحالي، وخصوصا ان في شهاده لسه مطروحه اللي هي ب 22.5% و25 اللي هي السنويه، وان البنك لحد وقتنا هذا مش عارف هيدبر فوائد الفلوس واصل المبلغ منين ويديها للناس في نهايه المده. فبالتالي هو عاجز دلوقتي في التفكير ان هو هيعمل ايه في الخطوه اللي جايه، اذا كان هيعلي الفايده وهيجيب الفلوس منين. لان هو دلوقتي لو عالج التضخم دلوقتي بالطريقه دي، هو بعد سنه ساعه استحقاق الناس للفلوس قيمه الفلوس هتقل بطريقه اكتر من ان احنا متوقعينها دلوقتي. تاني حاجه، البنك المركزي او البنوك او الحكومه برضه متخيله ان الناس برضه لسه نفس تفكيرهم هو وان الناس ما اصبحش عندهم وعي في كيفيه استثمار اموالهم. لا، الناس بقى عندهم دلوقتي طرق كتير، وفي ناس كتير بدأت تلجأ للاستثمار في الذهب والاستثمار في العقارات وشراء الأراضي وفي أي مشاريع تانية أو استثمارات تانية مضمونة هو هيعرف يجيب منها فلوس بشكل أفضل أو بفايدة كويسة تعوض قيمة العملة اللي بتنزل كل يوم عن التاني. بس البنك المركزي أو الحكومة فكرت بطريقة مختلفة، قد تكون النتائج مختلفة. لان معظم الدول اللي بتتخذ طريقه رفع الفايده لمعالجه التضخم هو في نفس الوقت هو شغال في عمليه انتاج وتصنيع وتصدير ودخول للعملات عنده بكل الطرق عشان يعوض فيها الفروقات والتضخم، وبالتالي الانتاج شغال، فبالتالي العرض هيبقى كتير والناس هتبقى معاها فلوس، هيحصل فيه توازن، وبالتالي قيمه العمله هتفضل محافظه على نفسها. بس احنا بنعالج التضخم بشكل احادي. لو احنا عالجنا التضخم بطريقه مشتركه ان احنا نزود الانتاج من حته، وفي نفس الوقت ان انا بلم فلوس على قد ما اقدر بفايده معقوله اعرف ادي للناس الفوائد بتاعتها بقدرات الدوله في الوقت ده ان هي تعرف، وفي نفس الوقت انا بوفر مناخ استثماري للناس تعرف تستثمر والناس تعرف تاخد قروض بفوائد كويسه ويحصل عجله الانتاج تدور زي الاول. هو ده النتيجه الصعبه اللي لازم البنوك تفكر وتحققها بكل الطرق.